مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما تحيا جمهورية مصر عربية من قلب البيوت المصرية. لما بتيجي مناسبة دينية على طول بنفتكر بيوت أهل القرآن، بيوت مصرية. مفيش بيت في مصر إلا ما يخلو من وجود ناس حافظة القرآن، في بيوت كاملة من الأب للجد للأولاد للأحفاد. وده اللي خلى مصر عظيمة وقوية جدا على مستوى العالم كله. الكتاتيب لعبت دور كبير جدا، مدارس القرآن لعبت دور كبير جدا. وده يعني سبحان الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نسب لنفسه حفظ كتاب الله، دي وسيلة هامة جدا من وسائل حفظ كتاب الله، بيوت أهل القرآن. مصر جميلة بكل المقاييس في هذا المجال بالتحديد، وخاصة قراء القرآن الكريم كانوا ما زالوا سيظل دايما هم القوة الناعمة لمصر على مستوى العالم الإسلامي كله. لما كنا بنتكلم على الشيخ محمد رفعت وشعيشة وطبلاء وعبد الباسط وكلهم أبدعوا على مستوى العالم كله، ما زلنا بنعيش هذه الدولة من خلال نجوم شابة في تلاوة القرآن الكريم في العصر الحالي والمعاصر حاليا. النهارده واحنا بنستقبل عام جديد، العام الهجري الجديد، يا رب يكون عام تحول في حياتنا، صناعة الأمل من خلال عام هجري جديد. يسعدنا نلتقي بواحد من تلك القوى الناعمة في دولة التلاوة، الدولة المعاصرة بالتحديد، الشيخ الشاب الجميل محمد الدرونكي. يعني بسم الله ما شاء الله سيرة ومسيرة في مجال تلاوة القرآن الكريم بيمتع بها جمهوره ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم الإسلامي أجمع. شيخ محمد برحب بك معايا. اهلا وسهلا معالي الدكتور، شرفنا بحضرتك. سلامك الله من كل سوء. ربنا يسعدك يا سيدي. سعيد جدا بمشوارك في تلاوة القرآن الكريم. فضل الله علينا وبركة القرآن التي تسير معنا أينما سرنا، وبركة دعاء الوالدين غفر الله لهم. هنتكلم عن الوالدين طالما ذكرتهم كده ان شاء الله. خلينا كده نستفتح بالقرآن الكريم وبعدين نبدأ نتكلم عن مشوار الشيخ محمد الدرونكي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله الله الله، ربنا يفتح عليك شيخ محمد. يعني افتتاحيه جميله كده، يعني تبشر بالخير. خلي كده على طول عشان عاوز استثمر كل ثانيه معاك في الحلقه. يعني الحكايه والمكون، انا قلت خلاص الكتاتيب وقلت البيوت هي دي اللي حافظت على مصر. نتكلم عن البدايه. الكتاتيب والبيوت هي البدايه يا دكتور. نعم. في حياه كل قارئ مصري ربنا وفقه وجعل طريقه ونهجه وسيره على القرآن الكريم. نعم. والسر، كلمة السر في القصة معنا والدي رحمه الله تعالى هو أستاذي وأستاذ كافة قراء البلد عندنا. فدرونكا. الشيخ أحمد محمد عبد الحافظ، مواليد 29. توفى 2003 غفر الله له. في خلال هذه في هذا العمر عمل رحمه الله محفظا لكتاب الله طول عمره. حتى بعد سن المعاش فتح كتاب في بيتنا كان يقصده المئات من الطلاب. وبفضل الله عز وجل كل قراء البلد وكل الشباب اللي في دمهم بعض القرآن أو كثير منه بفضل الله والدي له يد البيضاء عليه. الحمد لله. أم الله يرحمها كانت دايما تحسني على حفظ القرآن، تشجعني، تقول لي ازاي انت المشايخ وانا سن 6 ذرية بعضها من بعض. الحمد لله. طب نقرا او كيف مش عاوز تقرا عاوز تبتدي براحتك ونكمل كلام كيفما تحب. بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة نقول بعض الابتهال، يعني بعض أبيات الشعر كده في الهجرة. تمام. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على صاحبه. يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه الصلاة والسلام. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة، هاجرت يا خير خلق الله
قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها. هاجرت لله، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. يقول في الغار لا تحزن، يقول في الغار، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله، فحسبنا الله، فحسبنا الله ما أسمى معانيها. الله الله الله، لا يفتح عليكم مولانا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جميل جميل. طب احنا كده خلاص عارفين البيت بسم الله ما شاء الله، واكبر ذريه بعضهم بعض، كله حفظت كتاب الله، الاب والاولاد والاحفاد بسم الله ما شاء الله، وكل ابن بيحفظ اولاده، وهي دي عظمه مصر. نيجي بقى للشيخ محمد بقى، يعني اتاثرت بيه. طبعا احنا كلنا متاثرين بمشايخنا الكبار كلنا، واكيد كنت حاطط عينك على حد معين نفسك تكون زيه. مين القراء كنت دايما حاسس انك تسمع له وحبيت تكون زيه؟ يا معالي الدكتور، احنا نشأنا على الراديو والكاسيت والتلفزيون وكل ما كان متاح من وسائل الإعلام. والدي رحمه الله يسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي. تمام. احنا بالتبعية ورثنا هذا الحب. تمام. سبحان الله العظيم، تغلل حبه لقلوبنا فما وجدنا مسلكا لغيره. الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله يعني حبه يجري في دمي زي ما بيقولوا. كل تلاواته عندي. ابحث عن الحاجات المستخبيه خالص، وادور واسافر واجيب تلاوات الشيخ النادره في القرى وفي النجوع، حبا في فضيله الشيخ محمد صديق المنشاوي. انت كده اصبح عندك، انت كده التراث بتاع الشيخ محمد عندك. دي كميه مكتبه دولاب مليان شرايط. بطلت الشرايط، الكمبيوتر الهارد مليان الشيخ محمد. ده من صغرك الشيخ محمد؟ من صغري. من صغرك. ايوه تمام. خدت بال حضرتك؟ اسمع ان في تلاوه في قنا
سجلها الشيخ في قنا، اتواصل مع حد من اصدقائي هناك ولا حاجه، عند فلان الله يبارك لك سمعت كذا، فلازم احصل على هذه التلاوه الجديده. جميل. ودائما ابدا يا دكتور، يعني مثلا عندي ممكن تقول حضرتك 62 تسجيل لقصار الصور. نفس الصور، صوره الانفطار والفجر والعلق. ايوه بس بأماكن ما فيش مختلفة. واحده شبه اختها يا دكتور. رحمه الله. اتاه الله عز وجل، وان كانت النغمات هي ولكن سبحان الله العظيم تلاقي الروح مختلفه. غفر الله له. وانا يعني رايت كل شيء البشاوي، مفيش حد تاني؟ في يا سيدي طبعا. يعني عم الشيخ عبد الباسط رحمه الله 90% من طلبات المستمعين بره مصر عايزين نسمع تقرير الشيخ عبد الباسط. دي جايه تاني، انا بسال بس المكون اللي عندك عشان خاطر دي جايه بعد كده. المكون الاساسي الشيخ محمد صديق المنشاوي. رقم 1 اللي هو تاثرا اولا بسماع السيد الوالد ليه. نعم. فاتوا بالتبعيه. فاثر عليك برضه. احسنت. نعم. عم الشيخ عبد الباسط وعم الشيخ مصطفى اسماعيل وسيدنا وتاج راسنا فضيله الشيخ محمد رفعت طبعا. وبعد كده طبعا سيدنا الشيخ البنا والشيخ الحصري غفر الله لهم اجمعين، جيل العظماء ده الذي لن يتكرر. وسيادنا المعاصرين لهم فضيله الشيخ محمود عبد الحكم، فضيله الشيخ البهتيمي، فضيله الشيخ الصيفي، سيادنا الكبار رحمهم الله عز وجل، كلهم لهم مكانه خاصه في القلوب. ايه السمات المختلفه لكل واحد من هؤلاء اللي هي يعني اثرت فيك او استفدت منها معناها صح يعني؟ والله يا سيدي قالها، ناخد واحد مثلا. الشيخ الشعراوي ليه حته حلوه خالص في الحته دي. قال يعني ان اردت ان تسمع الخشوع فاسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي، وان اردت ان تسمع النغم والسلطنه والشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله، وان اردت النفس فعليك بالشيخ عبد الباسط، وان اردت الاتقان فعليك بالشيخ الحصري رحمه الله، وإن أردت الشجن والطيبة والسكينة فعليك بالشيخ البنا، وإن أردت ذلك كله فاسمع الشيخ رفعت رحمه الله غفر الله له. فدي كافت يا دكتور والله، فدي يعني كافية جامعة. غفر الله له. عم الشيخ الشعراوي هو من جمعهم هكذا. فسبحان الله العظيم، يعني أنا وجدت في تقليد الشيخ محمد رفعت على غير المتوقع. عندك أنت؟ أيوة، لما يجيب أي نغمة لفضيلة الشيخ رفعت ألاقي الجمهور بعد ما كان في مود اتغير الحال والمزاج لحاجه تانية خالص. طب نسمع الشيخ محمد. الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك عارف ان الشيخ قبلاني عيشها لما حب يكملوا التراث الايات الناقصه عند الشيخ رفعت مش لاقيين في تسجيلات، كان هو برضه بيقلده. فواضح الشيخ محمد رفعت برضه ترك اثر في كل الدوله كلها. الدوله التلاوه معناها صح يعني. طب قصه السفر بقى
وابداعك بقى وتكمله مسيره كبار القراء ان يكونوا ليس فقط داخل مصر وانما خارج مصر، جت ازاي؟ والله بدأت في معنى صح يعني. اول سفريه طلعتها بره كان عمري تقريبا 14 عام. 14 سنه؟ ايوه طلعت. كان في مسابقه في وزاره الشباب والرياضه اسمها اصوات الطلائع. تمام. فاختاروني بفضل الله افضل صوت طليع على مستوى الجمهوريه. تمام. سافرت ليبيا. قعدت في قصر الرئاسه مع الرئيس السابق معمر قذافي. وكان يوميا القذافي يطلب مني ان انا اقرا له. طفل بقى صغير كده والله. ايوه يقعد كده على المائده. هنفطر قبل الفطار، يا صغير اقرا القران. اقرا القران، وبعد ما اخلص تعال اروح عنده يبوس ايدي. اقول له يا معالي الرئيس، اعمل ايدي كده طفل بقى. يقول لي انا لا اقبل يدك وانما انا اقبل القران. رحمه الله. قعدت 10 ايام في قصر الرئاسه مع القذافي، وبعدها في العام اللي بعده ورحت تونس في نفس المسابقه. ايوه. وقعدت في قصر الرئاسه برضه. انت موعود بقى في قصر الرئاسه الشيخ محمد حسين ما شاء الله. وبعد كده يا سيدي دام بقى علي زين العابدين. تمام. فالمهم يا سيدي بعد كده قدر الملك عز وجل الدعوات بتيجي بقى خاصه. اول دعوه خاصه ليا رحت الهند. كانت بفضل الله عز وجل في رمضان. ولكن يا دكتور اذكر ان رمضان في مصر حاجه تانية. اكيد طبعا. والله العظيم يا دكتور. بس انتوا رسالتكم بره مصر كانت عظيمه. يعني سبحان الله العظيم، انا ما رايت يعني ما فيش اي الحاجات اللي احنا متعودين عليها والتقاليد بتاعتنا. الاجواء قصدي. الاجواء بتاعتنا. نعم. فكنت هناك بنعمل 3 حفلات في كل يوم. وكلها كانت بفضل الله حفلات يعني كبرى عند رئيس وزراء اقليم. في عند السفاره المصريه يوم، السفاره الاردنيه يوم، السفاره الهنديه يوم، بنجتمع بالمسلمين هناك ونعمل لهم حفلات. قبل الافطار حفله، وبعد التراويح حفله، وقبل الفجر عند السحور حفله. تمام. وكان المسلمين بيجتمعوا من كل فجاج الارض. الهند اول سفريه. تمام. وبعد كده رحت باكستان 9 مرات. تمام. وان شاء الله في ربيع الاول المره العاشره. ورحت بنجلاديش مرتين، وبفضل الله عز وجل رحت الهند مره تاني بعد كده، ونسال الله التوفيق. يعني رايت النطاق الجغرافي ده اللي هو الهند وباكستان وبنجلاديش اللي مثال معظم القراء فيها يا شيخ محمد محبين جدا للقران كده، وخاصه القراء المصريين. اكبر يعني الجمهور اللي هو انت عاشق ليه وليك، يعني انا شفت تفاعل الجمهور معاك، يعني بسم الله ما شاء الله عليك. الباكستاني بلا منازع. الجمهور الباكستاني هو اكثر الجماهير سمعا لكتاب الله. اكثر حاجه بيطلبوا منك ايه؟ سوره التكوير للشيخ عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بدأت انك تعتلي من صغرك 7 سنين، وقابلت الرئيس القذافي وانت سنك 14 سنه، والرئيس التونسي وغيره من غيره، مشوار كبير جدا. انا سعيد جدا بنموذج من دولة التلاوة في مصر اصبح النهارده امتداد جميل لعظماء القراء في مصر كسفراء للقرآن الكريم الشيخ محمد الدرونكي. انا سعيد بيك جدا، والحلقه عدت بسرعه. كل سنه طيب، واتركك مع جمهور في ابتهال قصير كده، وكل عام وانت بخير. نلتقي دايما بيك ان شاء الله دايما كده. اتفضل. انا سعيد جدا بصحبه حضرتك. انا سعيد جدا بيك، موفق دايما كده. وهذا الجامع الطيب واذاعه شمال الصعيد وتلفزيون الصعيد اللي وشه كان حلو عليا.
ان ربنا وفقني في اول اختبار ليا لذات القران الكريم كان هنا. والحمد لله. قدامه دي. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا سيدي. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. لك معجزات أعجزت كل الورى، لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى. نطق الذراع بسمه لك معلنا والضب قد لباك حين رآك. ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وسعت إليك مجيبة لنداك. والضب جاءك والغزالة قد أتت بك تستجير وتحتمي بحماك. وعليك ظللت الغمامة في الورى وشكى البعير إليك حين رآك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما حن مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.